بعد غضب الجمهور السوداني من البطوله العربيه اللي كلنا استغربنا ان ازاي المنتخب السوداني مش هيشارك في البطوله العربيه، وكنا كلنا هنتجنن. انا واحد محب للمنتخب السوداني، واحب المنتخب السوداني يكون معانا في كل بطوله نلعبها، واحب ان السودانيين يكونوا معانا بيدوا طعم وجمال وحاجه حلوه كده في اي بطوله. اذا كانت البطوله الافريقيه او اي بطوله في الدنيا، نحب نشوف اخواتنا السودانيين معانا في اي بطوله. شفت المجموعات اتعملت، وشفت كل حاجه خلاص، والبطوله هتلعب فين، وكل حاجه بقت تمام في البطوله العربيه. ببص ما لقيتش ولا منتخب السودان ولا موريتانيا ولا لبنان ولا الفرق دي او المنتخبات دي. اتجننت. بقيت اسال نفسي واسال الناس على الصفحه، اقول لهم فين المنتخب السوداني؟ ازاي المنتخب السوداني مش هيلعب البطوله؟ لحد ما بحثت واكتشفت ان المنتخب السوداني يلعب البطوله بعد ما ظلمنا اللجنه المنظمه، وبعد ما الجمهور السوداني ظلمت اللجنه المنظمه، وبعد ما كلنا ظلمنا اللجنه المنظمه. او يمكن اللجنه المنظمه طلعت الخبر دوت النهارده بعد ما كلنا هاجمناها، قالت لك لا ما بديهاش بقى، ده احنا النهارده نقول ان السودان هتصفي مع فرق تانية وهتنضم للبطوله وهتنضم للمجموعات. فعلا ده اللي حصل النهارده، ان المنتخب السوداني هتلعب نظام تصفيات، هتلعب ماتش لسه ما اتحددش مع مين، عشان تكسب ان شاء الله السودان وتصعد معانا بطوله او البطوله العربيه ان شاء الله، اللي هتكون بطوله كويسه وبطوله قويه، لان هيبقى فيها فرق قويه، والبطوله العربيه متحدده قبل بطوله افريقيا بثلاث ايام فقط لا غير. الموضوع ده برده مضايقني، بس اهم حاجه الحمد لله كده المنتخب السوداني هيكسب الماتش اللي هيبقى في التصفيات، وهيصعد عشان يلعب معانا البطوله العربيه اللي هينورها ان شاء الله المنتخب السوداني. اشقائنا احبائنا في كل مكان، جيراننا في مصر دلوقتي، جيراننا وحبايبنا في مصر هيكونوا معانا في البطوله العربيه ان شاء الله. كل التوفيق لجميع المنتخبات العربيه في البطوله اللي هتتلعب ان شاء الله قبل بطوله افريقيا بثلاث ايام ان شاء الله. بعد غضب الجمهور السوداني من البطوله العربيه اللي كلنا استغربنا ان ازاي المنتخب السوداني مش هيشارك في البطوله العربيه، وكنا كلنا هنتجنن. انا واحد محب للمنتخب السوداني، واحب المنتخب السوداني يكون معانا في كل بطوله نلعبها، واحب ان السودانيين يكونوا معانا بيدوا طعم وجمال وحاجه حلوه كده في اي بطوله. اذا كانت البطوله الافريقيه او اي بطوله في الدنيا، نحب نشوف اخواتنا السودانيين معانا في اي بطوله. شفت المجموعات اتعملت، وشفت كل حاجه خلاص، والبطوله هتلعب فين، وكل حاجه بقت تمام في البطوله العربيه. ببص ما لقيتش ولا منتخب السودان ولا موريتانيا ولا لبنان ولا الفرق دي او المنتخبات دي. اتجننت. بقيت اسال نفسي واسال الناس على الصفحه، اقول لهم فين المنتخب السوداني؟ ازاي المنتخب السوداني مش هيلعب البطوله؟ لحد ما بحثت واكتشفت ان المنتخب السوداني يلعب البطوله بعد ما ظلمنا اللجنه المنظمه، وبعد ما الجمهور السوداني ظلمت اللجنه المنظمه، وبعد ما كلنا ظلمنا اللجنه المنظمه. او يمكن اللجنه المنظمه طلعت الخبر دوت النهارده بعد ما كلنا هاجمناها، قالت لك لا ما بديهاش بقى، ده احنا النهارده نقول ان السودان هتصفي مع فرق تانية وهتنضم للبطوله وهتنضم للمجموعات. فعلا ده اللي حصل النهارده، ان المنتخب السوداني هتلعب نظام تصفيات، هتلعب ماتش لسه ما اتحددش مع مين، عشان تكسب ان شاء الله السودان وتصعد معانا بطوله او البطوله العربيه ان شاء الله، اللي هتكون بطوله كويسه وبطوله قويه، لان هيبقى فيها فرق قويه، والبطوله العربيه متحدده قبل بطوله افريقيا بثلاث ايام فقط لا غير. الموضوع ده برده مضايقني، بس اهم حاجه الحمد لله كده المنتخب السوداني هيكسب الماتش اللي هيبقى في التصفيات، وهيصعد عشان يلعب معانا البطوله العربيه اللي هينورها ان شاء الله المنتخب السوداني. اشقائنا احبائنا في كل مكان، جيراننا في مصر دلوقتي، جيراننا وحبايبنا في مصر هيكونوا معانا في البطوله العربيه ان شاء الله. كل التوفيق لجميع المنتخبات العربيه في البطوله اللي هتتلعب ان شاء الله قبل بطوله افريقيا بثلاث ايام ان شاء الله.